استذكرت الفعاليات الفنية والثقافية في مدينة قامشلو الفنان الكردي الراحل محمد علي شاكر الذي توفي إثر إصابته بفيروس كورونا عن عمر ناهز 74 عاما. توفي الفنان والملحن محمد علي شاكر في مدينة قامشلو بعد إصابته بفيروس كورونا عن عمر ناهز 74 عاما، وذلك بعد مسيرة فنية زاخرة بالكثير من الأغاني على مدى نصف قرن، وله 270 قصيدة مغناة إلى جانب تلحينه لكبار الفنانين الكرد. وبمناسبة الذكرى السنوية الثالثة على رحيله، نظمت حركة ميزوبوتاميا للثقافة والفن وهيئة الثقافة واتحاد المثقفين والفنانين في مقاطعة الجزيرة فعالية لإحياء الذكرى السنوية الثالثة لرحيل الفنان والملحن محمد علي شاكر في قامشلو، بحضور ذوي الراحل وشخصيات ثقافية وفنية وأهالي سريكانية. ركزت على الإرث الفني الكبير الذي تركه الراحل خلفه وتمسكه بثقافته وتاريخه ولغته الكردية. سمية محمد الرئيسة المشتركة لحركة ميزوبوتاميا تحدثت عن دور الفنان الكبير محمد علي شاكر وتمسكه بأصالته. لقد كان فناناً كبيراً برغم كافة الصعوبات التي تعرض لها ومضايقات حزب البعث حينها، فهو كان صامداً وقوياً وأعطى صوته للعالم كله، ولذلك يتوجب علينا الآن أن نكون أهلاً لهؤلاء الفنانين الذين حافظوا على ثقافتنا وفننا. كما وأشاد صعي المخلف نائب الرئاسة المشتركة لهيئة الثقافة بدور الفنان في رفع قضية شعبه عبر فنه وأغانيه. بعين الاعتبار الذين قدموا لهذه القضية وهذا المجتمع بأعمالهم سواء الأدبية والفنية سواء المادية والمعنوية من فنانين رسامين أدباء شعراء، وكان هذا الشعر الذي نقف اليوم في حضرة استذكاره هو من أبرز النقط الثقافية في شمال شرق سوريا. لتستمر الفعالية بعرض فيديو عن حياة الفنان وكلمات مسجلة لفنانين كرد، كما ألقى الفنان محمود شاكر شقيق الراحل عبر فيديو أغنية من كلمات الراحل محمد علي شاكر. وولد الفنان والملحن الكردي محمد علي شاكر في مدينة الدرباسية عام 1946 وانتقل إلى مدينة سريكانية، وبعد احتلالها من قبل الاحتلال التركي عام 2019 انتقل إلى مدينة قامشلو وتوفي فيها، ووري جثمانه الثراء في ناحية عامودة.